القوات الخاصة هي أساساً وحدات متميزة، رجال أبطال ما ينتمي إلها إلا الرجال بمعنى رجل بكل معنى الكلمة، الرجل المقاتل الشجاع اللي قلبه ميت واللي مستعد للدفاع عن بلده بدمه وبحياته. وياهم معارك بالتاريخ حسمت يعني سواء بالجيش العراقي أو غيره برجال القوات الخاصة. أسياد الحرب بها أهلا فإليها اشتقنا، بتطاير يشتاء الخصم ترغب أعيننا، فالبأس أشد من الماضي نار قبضتنا، ما زلنا بثياب الحرب إن عادوا عدنا، جيش العراقي بالعزم باقي، لا يرهب لا موتا لا حربا لا نتعب، بالظن فعنا خذ قولنا ظنا، بالأفعال يصدح قبل بنادق لا يلهب، جيش العراقي بالعزم باقي، لا يرهب لا موتا لا حربا لا نتعب، بالظن فعنا خذ قولنا ظنا، صوت الأفعال يصدح قبل بنادق لا يلهب، ماضينا يشهد عزما فعلى مجد، قسما بمحمد لا يغصب شبرا، لن نضعف وهما لا نقبل سلما، لداعش حلما لا يبقى جحرا. السلام عليكم. شلون الأبطال القوات الخاصة؟ القوات الخاصة هي أساساً وحدات متميزة، رجال أبطال ما ينتمي إلها إلا الرجال بمعنى رجل بكل معنى الكلمة، الرجل المقاتل الشجاع اللي قلبه ميت واللي مستعد للدفاع عن بلده بدمه وبحياته. وياهم معارك بالتاريخ حسمت يعني سواء بالجيش العراقي أو غيره برجال القوات الخاصة. سعيد بأن ألتقي بكم، أتمنى لكم الموفقية، أنا داعم لكم دعم مطلق بكل الاتجاهات، سواء من الناحية العسكرية، من ناحية الاحتياج، من ناحية دعم الفوج، من ناحية الإجازات، من ناحية حل المشاكل اللي تواجهوها. انتم واجباتكم يجب أن تكون متميزة. قبل يومين كانت تجربة أولية بواجب منطقة عيدة والتلة. احنا بالنسبة لنا ماكو رسالة ما ذاك اليوم وصلت للجميع، ويجوز هسه احنا باكر عقب عندنا واجبات هم بوادي الشاي. شنو اللي تحتاجوه انا جاهز اسمع اي شيء. اخوتي دلل والله تدلل، واحنا جنودك للكلفات تدلل والله تدلل. بالواجبات تديرون بالكم، عيونكم وسلاحكم، خصوصا بموضوع الكمائن، عيونكم وسلاحكم وتفتيحة العيون. ما انا اجيب بعيني اذب ملح. انا بالنسبه لي جندي من يقولوا لي جندي استشهد، يقولوا لي انجرح، اقول انا لله تراهم، بس من يقولوا لي مات لا، وقفت لهنا سالفه. وهذول هم جرذان ما يسوون دم واحد منكم يشرب دماء مليون منهم، فرجاء الاخوي الانتباه لهذا الموضوع. شكرا. ما زلنا بثياب الحرب إن عادوا عدنا، جيش العراقي بالعزم باقي، لا يرهب لا موتا لا حربا لا نتعب، بالظن فعنا خذ قولنا ظنا. انا اريد منكم انكم تهتمون بجنودكم، اهتموا بهم، ذولي هم اساس وجودكم. اليوم انا هسه اذا وحدي شو اقدر اسوي بالمدينه؟ بجنودي وبضباطي، فانتم ماكو يعني انا وصيتي لكم ولكل القطاعات، ديروا بالكم على شدكم. شكر وتقديري لكم للسيد العامر. إن ضعف وهما